باشمهندس عبد الله، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ كله فل الحمد لله. الصيف بدأ والموسم المفروض برضه كده يكون بدأ، عايزين نعرف منك في البداية هل فعلا سيزون الصيف بدأ ولا لسه؟ لا، هو طبعا كده يعتبر سيزون الصيف لسه ما بدأش. سيزون الصيف بيبدأ مع بداية بقى طبعا عيد الأضحى وأجازاته، مع بداية سيزون الساحل طبعا، إن الناس تبدأ تطلع الساحل في الأجازة، وكمان نهاية الدراسة والامتحانات. ساعتها بنقول خلاص سيزون الصيف بدأ. هو بيكون وقته قصير جدا، ولكن يعني بيكون أقوى سيزون في السنة تقريبا. فمهم دلوقتي لو حد عاوز يلحق إن هو يبدأ بقى فورا يحضر كل حاجة عشان يلحق السيزون. طيب حلو قوي. طب لو انا صاحب بيزنس، ازاي تقدروا في تو ميديا تفيدوني في تسويق شغلي؟ بص، هي تو ميديا ايجنسي متكامله. من اول ما انت بتكون ظبطت الفكره والبيزنس موديل بتبدا تجينا، بنشتغل معاك على كل حاجه: اداره التسويق بالكامل، اداره السوشيال ميديا، الافكار، اداره المحتوى، الميديا برودكشن بقى والتصوير والافكار بتاعه التصوير والمونتاج، كمان المودريشن اللي بيساعدوك في الرد على السوشيال ميديا بلاتفورم كلها، والميديا باير والاعلانات السبونسر. فتقريبا كل حاجه من A to Z احنا بنقدمها في تو ميديا لاي حد عنده بيزنس. طيب بص، بصراحة انا مش عايز احسد، بس نجاح تو ميديا باين قوي وظاهر قوي. ممكن تقول لي بس اسباب نجاح كده تو ميديا من وجهة نظرك؟ بص، هو انا دايما بشوف ان اهم اسباب لنجاح تو ميديا هو التيم بتاع تو ميديا. انت واحد من اسباب نجاح تو ميديا يا احمد. يعني اي حد بيشتغل معانا بقى، احمد، ياسمين، هبه، ايا كان مين من التيم، الحمد لله احنا تيم كبير جدا. كل الناس اللي موجوده بقى ديزاينرز ومصورين ومونتير، كل حاجه. الناس دي هي سبب نجاح تو ميديا فعلا، ان هم محترفين وعاوزين يعملوا شغلهم على اكمل وجه، ومهتمين جدا بالريفيو بتاع الكلاينت وبرضا الكلاينت. فطول ما احنا مهتمين قوي بالحته دي مش بالفلوس، اكيد تو ميديا يعني الحمد لله كل مره بنعمل فيها نجاحات اكبر من المره اللي قبلها. يعني لو قلت لك قيمها كده كام من 10 تبقى كام؟ بص، عشان ما بقاش ظالم قوي او ما بقاش برضو متحيز جدا لشركتي، لان انا بشوف تو ميديا دي يعني ابني اصلا او بنتي يعني زي ما بيقولوا. ممكن اقيمها 9 من 10. مفيش حد كامل يعني، كمال لله. طيب تيجي بقى السؤال اللي الناس بتخاف منه، بتخاف من الحسد منه. تمام. هل فعلا بتاخدوا فلوس كتير قوي وبتعملوا ملايين كل شهر في الشغل والماركتنج يا نهار ولا؟ ابيض على الفلوس. احنا بيتقال علينا شويه اشاعات ان احنا معانا فلوس وبنجيب فلوس غير طبيعيه. لا بص، هو الكلام ده مش يعني ما نقدرش نقول انه حقيقي او لا. هو طبعا الحمد لله احنا يعني بنكسب كويس كشركات ديجيتال، ولكن مش بالشكل اللي الناس متخيلاه ده خالص. لا، احنا بناخد فلوس طبيعيه جدا. يمكن العميل لو عمل لنفسه تيم ماركتنج جوه الشركه بتاعته هيدفع فلوس اكتر بكتير من اللي بيدفعها لنا اصلا كايجنسي. طيب يعني انا لو صاحب بيزنس وعايز اشتغل معاكم اداره، ممكن كده تقول لي اقل بادجت تقريبا ممكن ادفعها علشان تعملوا لي محتوى كويس واداره كامله وكده، ممكن يبقى البادجت قد ايه تقريبا؟ بص، هي ملهاش ليميت، ولكن اقل بادجت هيكون فيها بقى تصوير او ميديا برودكشن عموما، اداره كامله طول الشهر، هيكون من اول 15,000 جنيه وانت طالع. ده يعني اقل بادجت نقدر نبدا بيها. وطبعا لا، في اسعار كتير يعني، ممكن يكون اقل من كده وممكن يكون اعلى من كده، بس مفيش حاجه اسمها نظام باقات والحاجات اللي لا بص، اي باقه احنا بنقولها او اي باكج احنا بنقولها دي كاستم باكج، او بتبقى باكج عامه ممكن تناسبك او لا. ولكن هل احنا ماشيين بنظام الباقات الثابته؟ لا خالص طبعا. احنا لازم ناخد منك بريف، ولازم نعرف انت محتاج ايه بالظبط، وبناء عليه اقول لك التكلفه المناسبه ليك بالظبط للاداره. ودايما ميزانيات الاعلانات المموله بره اي حاجه، ملهاش علاقه خالص بالمانجمنت اللي احنا بناخدها او اللي بنعرفك بيه. طيب انا عرفت ان انت كمان بتعمل حاجه حلوه جدا، وهي استشارات تسويقيه وكورسات ماركتنج حقيقي. اولا كده عايز افهم ايه الفرق ما بينهم، وكمان تقول لي مين اللي بيحتاج كل واحده منهم، ويعني وضح لي اكتر. انا بصراحه عايز افهم الموضوع ده. طيب، هو في ناس كتير مش فاهمه الفرق بين الاستشارات التسويقيه وبين الكورسات والدبلومات. الاستشارات التسويقيه يعني حد صاحب بيزنس محتاج يعرف ازاي يطلع افكار للبيزنس بتاعه، ازاي يدير الماركتنج، ازاي يعمل خطه تسويقيه، ازاي يعمل جدول محتوى، ازاي يعمل حاجات معينه في الادز، او ايه افضل ميزانيه يصرفها، ايه افضل اوبجكتيف للادز. دي حد بيحتاج استشاره تسويقيه. اما الناس اللي عاوزه تشتغل في الماركتنج بايديها، اللي عايزه تخش المجال، او حد عنده بيزنس وعاوز يعمل التكنيكال ماركتنج لنفسه، يدير اعلاناته بنفسه او يكتب محتوى او يعمل ديزاينز او كده، دول اللي بياخدوا كورسات ودبلومات. واحنا الحمد لله بنعمل الحاجتين، وبالذات في الاستشارات التسويقيه دلوقتي اللهم لك الحمد بنشتغل مع الوطن العربي كله تقريبا، مع يعني ناس كتير قوي عندها بيزنس بنساعدها جدا في موضوع الاستشارات التسويقيه دي. طيب يعني عايزين نوضح للناس كده، عشان في ناس كتير بتسأل انتوا بتشتغلوا مع نوع بيزنس معين مخصصين فيه،
ولا متخصصين في التسويق لمجال معين، وناس بتقول ان الشركه الشاطره تشتغل في مجال عادي. انت رايك ايه في الموضوع ده؟ طيب بس هو اللي انا فهمته من سؤالك هو سؤال مهم جدا، ان فكره الناس بتقول المفروض ان الشركه الشاطره تبقى شغاله مع مجال معين، في ناس بتقول ان الشركه الشاطره دي لا تبقى شغاله مع اي مجال ومع اي نوع بيزنس، ولكن هي في الحقيقه ملهاش قاعده اصلا. احنا كشركه طبعا بنشتغل مع مجالات كتير جدا، ولكن في مجالات مالناش فيها. يعني احنا مش بنشتغل قوي مع ريل استيت، مش بنشتغل قوي في مجالات تانية بيبقى فيها تداول، يعني حاجات زي كده. احنا بنشتغل اكتر مع براندات الملابس، بنشتغل مع الميديكال ودي عندنا فيها خبره يعني الحمد لله سنين. بنشتغل مع الاي كوميرس، اي حد بيبيع برودكت اي كوميرس ولكن هو ايد اولى بقى، مصنع، ستور كبير، براند كبير. فطبعا عندنا كاتيجوري بزنس معينه بنشتغل فيها، ولما بتبعت لنا بقى بنقول للناس يعني هل انت نقدر نساعدك، او بنعتذر ونقول سوري. وما بقاش عايز حد يزعل مني في موضوع سوري ده، بس يعني بنحاول دايما نكون صريحين مع الناس عشان ما حدش يزعل مننا. طيب سؤال مهم قوي، الناس اصحاب البيزنس اللي بيبيعوا منتجات بيقولوا هل نعمل ويب سايت ولا ما نعملش وليه؟ تمام. طيب سؤال قتل بحثا. ناس كتير جدا دلوقتي تقول لك اعمل ويب سايت ولا ما اعملش ويب سايت، وايه المهم وايه الصح وايه الغلط. طالما البيزنس بيبيع منتجات، يعني منتجات اي كوميرس زي بقى ملابس او غيره او برفانات او ايا كان، يفضل يعمل ويب سايت. يفضل دلوقتي ان هو يعمل ويب سايت، وافضل حاجه يعمل بيها ويب سايت هي شوبيفاي، وفي حاجات تانية كتير زيها. طب ده ليه؟ عشان لما اجي اعمل اعلانات سبونسر، اولا ابيع عن طريق الويب سايت، ثانيا اوفر تكاليف كبيره جدا للمودريتور اللي بيردوا، ثالثا اوصل لافضل نوع من العملاء اللي هم العملاء اللي بيشتروا من خلال الويب سايت، وهو دلوقتي ذكي جدا بالاي اي بيعرف يوصل لهم. فعشان كده بقينا نقول لا، اعلانات الويب سايت بقت اقوى والويب سايت بقى مهم جدا. ولكن ده مش معناه ان اعلانات المسجز والسيلز العاديه بقت وحشه وما بتجيبش النتيجه، بتجيب جدا. ولكن لو قدرت تخلي الموضوع افضل بان يبقى عندك ويب سايت، ده حاجه مهمه جدا. طيب انا عرفت ان انت من احسن الناس اللي بتعمل اعلانات مموله، هل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ اولا الله يكرمك، يعني ثانيا يعني كويس ان انت سمعت ده، اكيد انا دي حاجه تبسطني. ولكن يعني الحمد لله احنا من افضل الناس في مجالنا في موضوع الاعلانات السبونسر والميديا باير بالذات. عندنا نتائج فيها كويسه جدا. في ناس كتير قويه في المحتوى، قويه في التصوير، قويه في اداره السوشيال ميديا. احنا اقوى حاجه عندنا فعلا مميزين بيها شويه هي اداره الاعلانات السبونسر والميديا باير. ويعني نزل لي بقى اغنيه العتاوله بتاعت العتاوله جم، عشان انا بحبها جدا. ماشي. طيب عايزين يا باشمهندس تقول لنا من فضلك اي مسج كده لاي صاحب بيزنس لسه بيبدا تساعده بيها وازاي ينجح بسرعه وكده. طيب بص، اهم حاجه لاي حد بيبدا بيزنس يكون عارف ان فلوس الماركتنج هي البذره اللي على اساسها هيحدد هو هيبدا